النهاردة هوريكم ازاي عملت الجمال اللي انتوا شايفينه ده. كيكة بلاك فورست بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة تزيين كمان جديدة عن المعتادة اللي احنا متعودين عليها. بجد خطيرة ولازم تجربوها، وطريقة التزيين بتاعتها سهلة جدا، اي حد مبتدئ يقدر يعملها. ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. دول 400 جرام من دقيق البلاك فورست الجاهز، بنجيبه من عند اي حد بيبيع مستلزمات حلواني. تمام، عندكم رميزونة، عندكم درب البرابرة، اي مكان جنبك بيبيع مستلزمات الحلواني ومتأكدة من حاجته، اشتري من عنده وجربيها. هنحط عليها 4 بيضات ونص كوباية من المية، ونبتدي نضربها كده زي ما انتوا شايفين. وحاولوا تقلبوا الأول الخليط بالمضرب قبل ما تشتغلوا. هتاخد معانا بالظبط من 7 دقايق كده ضرب لحد ما لونها يفتح والقوام بتاعها يتقل، وتحس ان هي زادت وملت البولة كده زي ما انتوا شايفين. لو عندك عجان مش هياخد اكتر من 5 دقايق. تمام، هي كده الكيك بتاعنا جاهز. هي مختلفة طبعا عن الاسبونج، بس هي زيها زيه، بس الاختلاف طبعا البلاك فورست بتبقى لون الكيكة لونها غامق عن الاسبونج الشوكولاتة. تمام، وده هيوفر علينا بقى كتير، يعني ان انت تجيبي دقيق وسكر وسمنة وزيت او زبدة وتعملي الكيكة من الألف للياء. دي نتيجتها مضمونة 100% لو اتبعتي الخطوات كده زي ما احنا ماشيين. هنا القالب بتاعنا، الصينية بتاعتنا مقاس 20. انا حبيت اوريكم الطريقة بتاعت ورقة الزبدة بنعملها ازاي عشان الناس سألوني. تمام، بنقطعها مربع كده وبعدين نقتنيها زي ما انتوا شفتوا، وبعدين نقصها، نحط المقص كده في النص ونقص على الداير بتاع الصينية من بره. تمام، هننزل بالخليط بتاع الكيك بتاعنا وهندخلها الفرن بتاعنا شغال طبعا واحنا بنعمل الكيكة. تمام، هتاخد بالظبط من 20 ل25 دقيقة. لو الفرن بتاعك حامي، اول ما ريحة الكيك تطلع وطي النار. تمام، انا هنا حطيت كوباية كبيرة من الكريم شانتيه وعليها معلقتين كبار من مربى الفراولة. تقدري تستخدمي التوبنج بتاع الكريز، بس انا زي ما قلتلكوا النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة تماما عن اللي احنا متعودين عليها. وحطيت عليها معلقتين من القشطة، وكمان هعزز اللون شوية بلون جل احمر، ده لون غذائي عادي برضو بيتباع عند اي مستلزمات حلواني. تمام، هي اللون بتاعها روز كده، بس هو مش باين قوي من الإضاءة بتاعة التصوير. تمام كده، الكريمة بتاعة الحشوة بتاعتنا جاهزة. هنجيب بقى الكيكة وهنسقيها بصوص الفراولة. تمام، اسقيها بقى كده بصوص الفراولة، بس ما تسقيش كتير عشان الكيكة بتاعتك يعني ما تبقاش مفرولة كده وتحسي ان فيها طراوة زيادة، فاهميني؟ بس هنبتدي بقى نحشي، هنعمل كده على الطرف بالكريمة وهنسيب مكان لحشوة الفراولة زي الكيكة الفراولة اللي عملناها مع بعض. لا، كيكة التوت، أنا آسفة، التوت والفراولة اللي عملناها مع بعض، الفانيليا. اللي ما شافهاش يرجع يشوفها، موجودة على القناة عندي. تمام، أنا هنا جوري كانت عايزة تعمل معايا فنسيت أسقي الطبقة بتاعة الكيك دي. تمام، بس انتوا ما تنسوش اسقوها. نفس خطوات الطبقة الأولانية بالظبط. هنرجع بقى نحط المربى كده، دي مربى فراولة وأنا مخففاها بالصوص بتاع الفراولة اللي هو السولو اللي أنا وريتكم الصورة بتاعته قبل كده. آخر طبقة بقى المقدار دوت نسيت أقولكوا، هيطلع معانا، طلع معايا 4 طبقات. تمام، بس أنا هعملها 3 طبقات بس، زي التورت اللي بنشتريها من برا، يعني فاهميني؟ بس كده، هنبتدي بقى نغلفها بالكريمة. ودي الاسباتولا اللي وريتها لكم قبل كده برضو، احنا شغالين بنفرد الكريمة كده واحدة واحدة كده وعلى مهلك خالص،
حتى لو عملتيها بطريقة اللي هي عشوائية زي بتاعة الشوكولاتة اللي عملناها سوا، هتطلع معاكي برضو التورتة خطيرة. تمام. وهنقفل الجناب برضو كده. زي ما انتوا شايفين. انا حبيت اسهل عليكم وعلى اي حد نفسه يعمل تورتة وخايف من النتيجة. لا، انا بضمن لك النتيجة بتاعت الكيك دي. هي والكيكات اللي عملناها قبل كده نتيجتها مضمونة 100% لو عملتيها بالخطوات اللي قلتلكوا عليها. بصوا بقى هنا بظهر المعلقة كده، وهنعمل ايه الخطوط دي فيها كده. بصوا، يعني كيكة سهلة وبسيطة جدا 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 لأي حد عاوز يعمل كيكة في البيت من غير استخدام أي أدوات. احنا كان ممكن نستخدم الاسباتولا اللي احنا عملنا بيها غلفنا بيها الكيك، بس أنا حبيت أبسطها عليكم خالص وأوريكم إن احنا نقدر نعملها بالمعلقة. في كمان ممكن تسيبيها زي ما كانت كده، وبالفرشة بتاعة اللي بندهن بيها الجلاش وكده بالزبدة، بالفرشة كده تطلعي بالراحة كده بتعمل خطوط كده برضو شكلها خطير. نبقى نجربها في تورتة تانية إن شاء الله مع بعض. بس كل بقى اللي هتحتاجيه دلوقتي إن احنا هنحط الكريمة بتاعتنا في كيس مع القمع اللي احنا استخدمناه ده، واعملي برضو الروزيتات بتاعتك كده. جربي مرة واتنين برا على طبق لحد ما ايدك تظبط، وبعدين اعملي على الكيك. بس هتطلع معاكي بقى كيكة في منتهى الجمال والحلاوة زي ما انتوا شايفين كده، وطعمها خطير بجد. غرقانة كده فراولة والصوص خطيرة بجد. ده غير بقى هنحط عليها دلوقتي كمان من الفراولة. زي ما قلتلكوا هتيجي تشتغلي بالروزتات، جربي الأول بره على طبق أو صينية، وبعدين اعملي على الكيك بتاعتك. هنا الفراولة بتاعتي بقى مغسولة كويس، قطعت كل واحدة نصين وهنحطها واحدة عكس التانية كده زي ما انتوا شايفين. فاهميني؟ من غير اللي هو الجيلو او جل التلميع او الحاجات دي، لان احنا هناكلها في نفس الوقت يعني. فاهميني؟ او معمولة لينا في البيت. لكن لو هتعمليها شغل او كده فلازم بقى تجيبي اللي هو الجيلو ده او جيلي التلميع. فاهميني؟ بصوا بقى، حطيت واحدة في النص بس حسيت ان شكلها مش لطيف فشلتها، وجبت واحدة تانية قطعتها زي الوردة كده وحطيتها في التورتة بتاعتنا. وبجد بجد حرفيا شكلها خطير وطعمها فوق الخيال. سلام.